وخالتها وخطيب خالتها في الرحلة هذيا، يعني 3 من أفراد عائلتها من جملة 4 موجودين في الحكاية هذيا. وقتاش صارت الحكاية؟ شنو تفاصيلها؟ أميمة مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا. الو بيا عسلامة. مرحبا بك يا أميمة، مرحبا. عايشك اختي. أميمة، شنو اللي صار بالضبط؟ بوك وخالتك ورجل خالتك موجودين معناتها، خطيب خالتك فوالا، موجودين 3 في الحكاية هذيا. كيفاش صارت الحكاية؟ مشاو يحوسوا، مشاو شنو يعملوا بالضبط؟ أعطيني تفاصيل. الحكاية بالضبط انه هما مشيو رحلة تجارية، يعني كيف العباد الكل يمشيو ياخذوا السلعة باش يبيعوا ويخدموا على رواحهم. مشاو يسلعوا من الجزائر معناتها كيما نقولوا بلغتنا فوالا. فوالا بلغتنا احنا مشاو يسلعوا يعني من الجزائر كيما اي مواطن توا قاعدين يعملوا في رحلات، يعني يمشيو للجزائر باش يطلعوا باش انهم ينجموا يخدموا. واضح. اي اول مرة يمشيوا الساعة ولا مش اول مرة؟ لا ماهيش اول مرة، هما مشاو قبل معناها ويدخلوا على طريق الديوانة ويطبعوا غاديكا يخرجوا، معناها عندهم علم بهم ديما يمشيو رحلات ويروحوا. باهي. هاي شنو اللي صار المرة هذيا مخالف اللي قبل؟ المرة هذيا مانيش عارفين الحكاية بالضبط. احنا الحق المرة هذيا انه هما شفت انا على برشا باجيت اللي هما مهبطين اللي هما معناها تم ايقافهم البارح. انه الحكايه ماهيش صحيحه، هما ما تمش ايقافهم البارح، هما توقفوا تحديدا عندهم توا اكثر من 12 يوم بالضبط، توقفوا نهار 18 ديسمبر. 18 ديسمبر هما توقفوا نهار 18 ديسمبر، كانوا خارجين من الجزائر، يعني امور قانونيه، امورهم ماشيين امور قانونيه، متعدين على الديوانه معناتها عبر البوابه الحدوديه. صحيح فوالا. التفاصيل بالضبط انه هما كانوا في الكيوسك عبر ليسونس متعدين على الديوانه، وعندهم السلعه اللي ماخذينها بالفاتورات، امورهم قانونيه معناها ماهوش تهريب. لقيت برشا مهبطين قالوا انهم هما تهريب على طريق الجبل وكل شيء. لا الحكايه غالطه، انه هما راهم ماهمش على طريق الجبل، خرجوا معناها خرجه قانونيه ومتعدين على الديوانه، وامورهم واضحه بفاتوراتهم وبكل شيء، السلعه اللي جايبينها. الحافله تونسيه ولا جزائريه؟ الحافله جزائريه. باهي. تم ايقافهم وتم الحكم عليهم ب10 سنين. شنو هي السلع اللي جايبينها معناتها؟ عندك فكره ولا ما عندكش فكره؟ السلعه اللي جايبينها ديجا مهبطين التاور، يعني مبالغين فيهم باش نقول بمعنى اخر شويه الصح. هما جايبين من عائلتي انا، نحكي معناها انا نتحمل مسؤوليه على الكلام اللي نقوله بالنسبه لعائلتي انا. جايبين مواد غذائيه معناها واحد الكل، ما نتصورتش معناها انه باش توصل الحكايه هكا كيف ما هما يقولوا برشا تهريب وحاجات والكل. لا هما جايبين صحيح مواد غذائيه معاهم، ديجا التصور قاعده تدور يظهر لي معناها وشافوها الناس الكل شنو اللي هما جايبين معاهم. اما نعاود نأكد لك اللي راهو شنو جابوا زيت؟ نتفكر معناتها زيت وشنو اخر؟ بالنسبه لعائلتي انا ماهوش يتابعهم الزيت، هما ما جابوش الزيت بشهاده التجار اللي هما خذوه من عندهم، يعني في زير غاديكا بالفاتورات عندهم شنو خذاو؟ بيقول لي ما خلينا نعطيو فكره. فوالا جايبين مواد غذائيه بما فيهم يعني البشكوت والجو، الحلوى، الشوكولاته، فهمت الحاجات هذيكم يعني كل شيء بالفاتوره. الحاجه انه صارت قلت لك اللي هما توقفوا نهار 18 ديسمبر، اللي الجلسه نتاعهم صارت بعد 5 ايام يعني. وفي الجلسه هذيك الجلسه الاولى معناها تم الحكم عليهم ب10 سنوات، حكم كيما هكايا معناها الحق ياسر. تصدمتوا معناتها في العائله على ال10 سنين اللي خذوه؟ تصدمنا احنا معناها، راهو احنا اللي في الحكايه معناها كونه فيها الطاره مسؤول على 6 صغار، يعني هو اللي لاهي بينا، هو اللي قايم بينا، هو اللي يصرف علينا. تصور معناها البو هو رب العائله، هو معناها اللي قايم بكل شيء. فيهم خالتي كيف معاهم في الحكايه، يعني هي اللي لاهيه بامها مراه كبيره اللي هي مميتة، مراه مريضه عندها مرض مزمن وكل شيء، دونك هي اللي قايمه بيا وهي اللي لاهيه بها. معناتها انتم شنو الطلب نتاعكم اليوم السلطات التونسيه؟ احنا الطلب نتاعنا الحق انه نتمنوا ان السلطات التونسيه نتاعنا ثقه في اولادها، خاطر هذوما اولادها يستميوا انهم باش يتهينوا بالطريقه هذيك. شفت تصور انه يوصلوا معناها يتهينوا بالطريقه هذيك توينتا في بلاد اخرى ويتم الحكم عليهم ب10 سنوات، ومعناها دولتنا ما دخلتش الجمله على خاطر شعبها، لا نظروا لهم في الحكم لا حتى شيء. الحق نطلب من السلطات ومن سياده الرئيس معناها نتاعنا انه يتدخل في الحكم هذيا. ما نعرفش انا شنو ينجم يصير بالضبط، يتخطوا عليهم معناها عائله راهي
مع عائلتها. معناتها 10 سنين بالنسبة لكم انتم حكم ثقيل جدا، معناتها على عائلة حاولت تدخل مواد غذائية. عائلة معناها حكم ثقيل ياسر، عائلة راهي تدمرت. قلت لك انا بابا معناها بوستة صغار، خالتي معناها وراها امها اللي هي بيها معناها الحق 10 سنين معناها عائلتي تم تدمرت فيها. هات نشوفوا ملابسات القضية في القطر الجزائري وتفاصيل هذه القضية. يحضر معنا زميلنا الصحفي الجزائري حمزة الحناشي مباشرة من الجزائر. حمزة مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا. مساء الخير زميلتي هدى، مساء الخير ليك وكل مستمعين إذاعة الديوان في تونس، وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا حمزة. القضية هذه كنت تسمع في ابنة أحد المسجونين، ما عندناش برشا تفاصيل الحقيقة في تونس لأنه القضاء المتعهد بهذه القضية هو القضاء الجزائري والحكم صار في الجزائر. شنو عندك تفاصيل على القضية هذه؟ نعم زميلتي هدى، فعلا وحسب بيان وتصريح رسمي لمصالح الأمن الجزائرية على مستوى ولاية تبسة، أنه منذ أيام قليلة بعد ورود معلومات تفيد بتهريب سلع للدولة الشقيقة تونس عن طريق حافلة جزائرية، مصالح الأمن الجزائرية باشرت تحرياتها وتم توقيف هذه الحافلة على متنها 9 أشخاص، منهم 2 جزائريين و7 تونسيين، منهم في حتى نساء تروا أعمارهم ما بين 20 إلى غاية 70 سنة. تم حجز مواد غذائية كبيرة وكبيرة جدا، منها صفائح الزيت، منها مواد غذائية عامة، منها البسكويت يعني المخصص للاطفال الصغار. تم حجز جميع جوازات السفر اضافه لمبلغ مالي يقدر ب 4000 دينار تونسي، وتم احالتهم على الجهات القضائيه بتهمه جنايه التهريب، وهي الجنايه المشدده في القانون الجزائري، وتم النطق بحكم 10 سنوات سجنا في حقهم. هذه العقوبه معناتها في الجزائر اللي شدوه معناتها مهرب مواد غذائيه ولا في قضيه التهريب، الحكم هو 10 سنين سجن. هذا حكم ابتدائي، عندكم بعد استئناف ولا ما عندكمش؟ معناتها كنت تعطينا شويه تفاصيل على القضاء الجزائري كيف يعمل في هذا الاطار. نعم زميلتي هدى، محكمة الجنايات هو حكم أولي يعني ابتدائي يمكن الطعن فيه بالاستئناف لديها جهة محكمة الجنايات الاستئنافية على مستوى ولاية تبسة الحدودية. هذه العقوبة يعني هي عقوبة القانون الجزائري لا يتسامح مع هذه الأمور، خاصة عندما يتعلق بالتهريب والجريمة المرة عبر الحدود، باعتبار أن الحافلة كانت مغادرة للتراب الجزائري باتجاه شقيقة تونس. القانون الجزائري كانت مغادرة عبر البوابة وإلا كانت مغادرة من طريق آخر، معناتها مرة عبر الديوانة ولا مش عبر الديوانة؟ لا زميلتي هدى، تم توقيف الحافلة قبل الحدود الجزائرية، لم تكن أمام المعبر نتاع الحدود الجزائرية. فوالا مازالت ما وصلتش. نعم، وهذا حسب تصريح قائد الدرك الوطني على مستوى ولاية تبسة، يعني في تصريح يعني رسمي وعن طريق فيديو في تصريح رسمي للصحافة الجزائرية. تم توقيف هذه الحافلة قبل وصولها للنقطة الحدودية. ما هيش في البوابة، معناتها ما تعدتش بالبوابة، فلا ما زالت قبل الوصول إلى الحدود تم إيقاف هذه الحافلة. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا زميلنا الصحفي حمزة الحناشي، كنت معنا مباشرة من الجزائر. شكرا على كل التفاصيل. خذينا الزوز رواية، فوالا اعطيناكم رواية أحد المسجونين في هذه القضية في الجزائر، ابنة أحد المسجونين التوانسة، وخذينا زميلنا الصحفي حمزة الحناشي أعطانا تفاصيل هذه القضية. هكا وصلنا لختام هذا اللقاء. شكرا لكل الفريق، شكرا عمر، شكرا هلفا.